السلام عليكم طلابنا الحلوين، طلاب الصف الاول الاعدادي، عاملين ايه يا شباب؟ النهارده ان شاء الله جايين ليكم بمراجعه على الشهر الاول، ويا ريت الناس تركز معانا كده عشان داخلين على امتحانات الشهر بتاعت مارس. ركز معانا عشان تستفيدوا. ومعانا اول سؤال بيقول لك اي مما ياتي يكافئ المتباينه سالب اكس اصغر منه او بيساوي سالب 2. طيب كلمه سالب اكس يعني ايه؟ يعني يقصد بيها سالب 1 اكس. يبقى هنا هنقسم على سالب 1 في الطرفين، وخلي بالك لما بتقسم على سالب بتغير اتجاه علامة التباين. يبقى هنا سالب على سالب هتبقى موجب، يبقى كده اكس بدل ما اصغر هتبقى اكبر من او بيساوي، اوعى تنسى او بيساوي سالب 2 على سالب 1 تبقى 2. يبقى اللي بيكافئ المتباينة دي اكس اكبر من او بيساوي 2. طيب تعالى معايا على السؤال اللي بعده. بيقول لك اكس في اكس زائد 2 ضرب حد في مقدار. نفتكر مع بعض كنا بنضرب ازاي؟ بنضرب اشارات، ارقام، رموز. اخد الاكس اضربها في اللي جوه، موجب في موجب بموجب، واحد في واحد بواحد، اكس في اكس باكس اس 2، موجب في موجب بموجب، واحد في 2 ب2 والاكس تنزل، يبقى اكس تربيع زائد 2 اكس. السؤال اللي بعده بيقول لك معين طول قطري. خلي بالك هو هنا مديك الاقطار 8 سم 10 سم، عايزين مساحته. مساحة المعين بتساوي ايه؟ نص حاصل ضرب القطرين، يعني نص في 8 في 10 على جنب اهي، نص في 8 في 10. آلتك الحاسبة هترصها على الآلة هتطلع لك ب 40 سنتيمتر مربع. السؤال اللي بعده بيقول لك اكس ناقص 3 في اكس زائد 3 بيساوي اكس تربيع ناقص كي. طبعا قيمة كي، ايوه انا سامع واحد بيقول لي يا مستر مش دول قوسين زي بعض بعكس الاشارة، حاصل ضربهم عبارة عن ايه؟ كانت حالة خاصة، الاول في الاول ناقص الثاني في الثاني. طب تعالى نضرب اكس في اكس باكس اس 2 ناقص 3 ب 3 ب 9. الاكس اس 2 اهي اختها اهي، يبقى الكيب كام؟ الكيب ايه؟ ب 9، يبقى نختار 9. السؤال اللي بعده بيقول لك اكس تربيع زائد اكس على اكس اسم مقدار على حد، حولها بسط ومقام وريح دماغك. اكس تربيع زائد اكس على اكس، لما بقسم بوزع اللي فوق على اللي تحت، وعند القسمة نطرح الأسس. اكس على اكس هناخد منهم اكسايه واحدة واطرح الأسس. طبعا هنا بعتبر أس واحد، قلنا طالما مفيش أسس بعتبرها واحد. طيب 2 ناقص 1 1 ولسه واحد ما بيتكتبش، موجب على موجب بموجب، اكس على اكس بواحد، يبقى اكس زائد 1. اللي بعده بيقول لك اي مما ياتي يساوي الشكل اللي عندك ده صيغه قياسيه، عاوزين نحولها لصيغه علميه. لما يكون العلامه عندنا في الشمال ببتدي حركه جهه اليمين، 1 2 3 4 5 واجيبها قدام الخمسه يبقى 6. لما بتحرك يمين تبقى 10 اس سالب 6، يبقى 5 2 من 10 في 10 اس سالب 6. الاختياري بتاعنا هيبقى ب. خلي بالك ان دي سالب 6 مش سالب 8 عشان الناس ما تتلخبطش. سؤال رقم 7 بيقول لك معين طول ضلع 10، ماشي جميل، وطول قطريه 12 و16. الله، عاوز ايه؟ عاوز الارتفاع. الحاجه اللي عايز اكتب قانونها عشان تعرف انت عاوز توصل ليه. مستر هو عاوز الارتفاع، الارتفاع بيساوي ايه؟ بيساوي المساحه على طول الضلع. جميل، المساحه على طول الضلع. ايه العسل ده؟ طيب انا معايا طول الضلع 10، جميل، بس معيش المساحه. ما هو خلي بالك هو مديك الاقطار ليه؟ عشان تجيب المساحه. ما المساحه بتساوي نص طول حاصل او نص حاصل ضرب القطرين، نص في 12 في 16. طيب نص في 12 في 16 نص 16 8 8 في 12 ب 96. 96 على 10 يبقى 9 و6 من 10. السؤال اللي بعده المعكوس الضربي للعدد جذر 25 على 16. طب نجيب قيمة ده الأول، قيمة ده كده من تحت الجذر 5 على 4. خلي بالك أقول لك المعكوس الإيه؟ الضربي، يعني شالب كسر، يبقى 4 على 5. جميل. السؤال اللي بعده مربع طول قطره 12 سم فإن مساحته، هو مديني مين يا مستر؟ مديك الأقطار، يبقى استخدم قانون القطر.
هو قانون القطر بتاع مساحة المربع بيساوي ايه؟ بيساوي نص مربع القطر او نص طول القطر في نفسه. يبقى نص في 12 في 12 اهي، نص في 12 في 12، نص ال 12 6، 6 في 12 ب 72 سنتيمتر مربع. الله ينور عليك. السؤال اللي بعده قال لك اذا كان اكس اس 3 بيساوي سالب 27 فما قيمه الاكس؟ طالما مديك الاس 3 خد له الجذر التكعيبي وانت مرتاح، والجذر التكعيبي راجل محترم ابن ناس بياخد اي اشاره موجوده عنده. الاشاره اللي عندي بالسالب فهتطلع بالسالب، والجذر التكعيبي لل 27 يطلع ب 3 يبقى سالب 3. الله ينور عليك. السؤال اللي بعده بيقول لك اذا كان 2 اس 4 في A بيساوي 2 اس 20 فما قيمه الايه؟ احنا عند الضرب بنجمع الاسس صح؟ يبقى 2 اس 4 في كام تدينا 2 اس 20؟ مبدئيا كده الاثنين دي هتبقى ثابته، يعني الاساس ثابت. طب 4 زائد كام يدينا 20؟ او الاحسن ممكن تقول لي ايه؟ خلاص هنقص 20 من 4، 20 ناقص 4 كام؟ 16، يبقى الناتج 2 اس 16. السؤال اللي بعده بقول لك اذا كان 2 ونص او 2 و5 من 10 في 10 اس ان بيساوي القيمه اللي عندك دي فما قيمه ان؟ يبقى ده برضه صيغه قياسيه نحولها لعلميه. خد العلامه واجري بيها 1 2 3 4 5، بس مش الجهه اليمين تبقى بالسالب يبقى سالب 5. طيب معايا على السؤال اللي بعده بقول لك اختصر لابسط صوره. لا ثواني لسه في فوق ماشي. اوجد مجموعة حل المتباينة الآتية في إن. خلي بالك المجموعة اللي مطلوبة إيه؟ أوعى تغفل. قال لك إن الأعداد الطبيعية. طب تعالى نحلها كده. ودي التلاتة الناحية التانية بعكس الإشارة، يبقى 2 إكس أصغر من أو بيساوي 1 زائد 3 4. اقسم على الاتنين، اقسم على الاتنين، يبقى الإكس أصغر من أو بيساوي 2. يبقى مجموعة الحل قوس مجموعة طالما فيها او بيساوي يبقى خد الرقم اللي موجود، يبقى ناخد الاثنين عشان الاثنين موجوده في ان. وبعد كده اصغر يبقى 1 0 سالب ما لا نهايه، تبقى انت كده بني ادم براس معزه. ليه؟ لان هو ان والان ما فيهاش سوالب اخرك الصفر، يبقى بس كده ركز. اوجد مجموعه حل المتباينه الاتيه في زد الاعداد الصحيحه. طب يلا معايا، ودي الأربعة الناحية التانية يبقى سالب 2 إكس أصغر من سالب 6 ناقص 4 تبقى سالب 10. اقسم على السالب 2. أنا سامع واحد سطر بيقول لي يا مستر لما بقسم على سالب بغير اتجاه عند التباين الله ينور عليك. يبقى إكس بدل ما أصغر تبقى أكبر، وسالب على سالب بموجب 10 على 2 5. إكس أكبر من الخمسة، يبقى عايزين الأعداد اللي أكبر من الخمسة. تاخد 5 لا عشان مفيش يساوي، يبقى ناخد الاكبر الصحيح 6 7 8 الى ما لا نهايه في الموجب. سؤال 3 احسب مساحه مستطيل طوله يزيد عن عرضه بمقدار 5. ماشي، وكان عرضه يساوي اكس. الله، العرض باكس هيبقى الطول بكام؟ خلي بالك قال لك الطول يزيد عن العرض ب5. يعني ايه كلمه يزيد؟ يعني 5 اكس؟ لا، لو قال لك 5 امثال كنت تقول لي 5 اكس. كلمة يزيد يعني بزود، يبقى معنى كده إن الطول بإكس زائد 5 ده الطول، والعرض بإكس. وعاوز إيه؟ المساحة. ما هي المساحة عبارة عن إيه؟ عبارة عن الطول في العرض كده. أضرب إزاي؟ ضرب حد في مقدار يا عسل. إكس في إكس بإكس أس 2، وإكس في 5 ب5 إكس، يبقى أنت كده جبت له المساحة وتكتب له جنبها وحدة مربع على البركة. طيب السؤال رقم 4 قال لك إذا كانت مساحة المستطيل تساوي المقدار ده وطول إحدى بعديه 4 إكس أس 2، اوجد طول البعد الآخر. عشان نجيب البعد الآخر يبقى احنا كده هنعمل عملية اسم عشان معايا المساحة. لما يديك المساحة وعاوز بعد من الأبعاد ومديك البعد التاني بتاع المستطيل بتقسم. هنقسم المساحة
على البعد قسمة مقدار على حد اهي 4 اكس اس 4 زائد 8 اكس اس 3 زائد 12 اكس تربيع على 4 اكس اس 2. طيب لما باجي اقسم طبعا برضه اشارات ارقام رموز موجب على موجب بموجب 4 على 4 بواحد هناخد من دول اكس ونطرح الايه؟ الاسس 4 ناقص 2 2 جميل موجب على موجب بموجب 8 على 4 2 اكس تكامل اكس تربيع باكس موجب على موجب بموجب 12 على 4 فيها 3 والاكس تربيع هتطير مع الاكس ايه؟ تربيع. كده احنا جبنا البعد الاخر. لو جه قال لك مثلا اوجد القيمه العدديه كنا نعوض بالاكس على حسب الرقم اللي هيدوني زي مثلا المثال اللي تحته ده قال لك اختصر لابسط صوره ثم اوجد القيمه العدديه للناتج اكس بتساوي او عندما اكس بتساوي الواحد. طيب السؤال زي كده عشان تريح دماغك اضرب اللي بره في اللي جوه وبعد كده اقسم براحتك اهو. تعالى نضرب اللي بره في اللي جوه هنفك القوس 6 في 3 ب 18 اكس اس 3 في اكس اس 2 باكس اس 5 موجب في سالب بسالب 6 في 6 ب 36 اكس اس 3 باكس باكس اس 4 موجب في سالب بسالب 6 في 9 ب 54 اكس اس 3 على 9 اكس اس 2. جميل اقسم بقى عادي وزع اللي فوق على اللي تحت موجب على موجب بموجب 18 على 9 فيها الاثنين اكس اس 5 على اكس اس 2 باكس اس 3 سالب على موجب بسالب 36 على 9 فيها الاربعه اكس اس 4 على اكس اس 2 باكس اس 2 سالب على موجب بسالب 54 على 9 فيها 6 والاكس اس 3 على اكس اس 2 باكس. بعد ما جبنا قيمه المقدار ده قال لك ثم عوض القيمه العدديه عندما اكس بواحد يبقى اشيل الاكس احط مكانها واحد في كل واحده من دول يبقى 2 في 1 اس 3 ب 2 ناقص 4 في 1 اس 2 ب 4 ناقص 6 في 1 ب 6 2 ناقص 4 سالب 2 سالب 2 ناقص 6 تبقى سالب 8. السؤال رقم 6 قال لك اوجد في ابسط صوره ضرب المقدار ده. قلنا هنا بقى هنضرب مقدار في مقدار هاخد الاولاني اوزعه على الكل واخد الثاني اوزعه على الكل ونجمع الاخوات مع بعض. موجب في موجب بموجب 3 في 1 ب 3 اكس في اكس اس 2 عند الضرب بنجمع الاسس باكس اس 3 موجب في سالب بسالب 3 في 2 ب 6 اكس في اكس باكس اس 2 موجب في موجب بموجب 3 في 5 ب 15 اكس. ده كده الضرب الاولاني. اخد الثاني باشارته سالب في موجب بسالب 2 في اكس اس 2 ب 2 اكس اس 2 سالب في سالب بموجب 2 في 2 ب 4 اكس سالب في موجب بسالب 2 في 5 ب 10. طيب بعد كده تعالى نجمع المتشابه. الاكس اس 3 ملهاش اخت فهتنزل زي ما هي 3 اكس اس 3 سالب 6 اكس سالب 6 اكس اس 2 وسالب 2 اكس اس 2 يبقى سالب 8 اكس اس 2 اهي. موجب 15 وموجب 4 يبقى موجب 19 اكس. كده احنا اختصرنا وجمعنا. ما تجيش تقول لي يا مستر 3 ناقص 8 سالب 5 سالب 5 لا لان دي اكس اس 3 دي اكس اس 2 دي اكس مختلفين عن بعض سيبها زي ما هي. طيب السؤال اللي بعده قال لك ايهما اكبر في المساحه معين طول قطره 6 و8 ام مربع طول قطره 8. هنجيب مساحه كل جزء من دول. مساحه المعين هنقول له A تساوي نص دي 1 في دي 2 يبقى نص في 6 في 8 يطلع ب 24 سنتيمتر مربع. اجيب مساحة المربع نص دي اس 2 يعني نص في 8 في 8 هيطلع ب 32 يبقى المربع اكبر. مساحة المربع ايه؟ اكبر. طبعا قوانين المساحة تتحفظ زي اسمك
السؤال رقم 8 بيقول لك اوجد القطر المربع الذي مساحته مالها بقى يساوي مساحة معين طولها قطرها 4 و25. طيب مستر معلش ايه علاقة قطر المربع بمساحة المعين؟ ما هو خلي بالك ان قانون قطر المربع بيساوي الجذر 2 في المساحة. طب يعني انا معنى كده ان انا عايز ايه؟ عايز المساحة. طب انا اجيب مساحة المربع ازاي؟ ما هي مساحة المربع بتساوي مساحة المعين، يعني لو جبت مساحة المعين هي مساحة الايه؟ المربع، يبقى هنقول له ايه؟ اللي هي المساحة نص في 4 في 25 تطلع ب50 متر مربع. يبقى طول القطر اللي هو دي جذر 2 في المساحة، جذر 2 في 50 هتطلع ب10 متر. قال لك اختصر لأبسط صورة اكس زائد 2 كل تربيع ناقص اكس في اكس زائد 4. اكس زائد 2 كل تربيع قلنا ده مربع كامل بتاع عمك كامل. طيب بيعمل ايه المربع الكامل بتاع عم كامل؟ المربع الكامل ده بفكه ازاي؟ عبارة عن الأول في نفسه اكس في اكس في اكس أس 2 إشارة النص أول في تاني في 2 اكس في 2 ب 2 اكس في 2 يبقى 4 اكس يبقى كده 4 اكس. الأخير دايما موجب بضربه في نفسه 2 في 2 ب 4. ده كده الجزء الأولاني. الجزء الثاني هكمل سالب في موجب بسالب اكس في اكس في اكس أس 2 سالب في موجب بسالب اكس في 4 ب 4 اكس. طب المتشابه هناخدهم مع بعض. اكس أس 2 ناقص اكس أس 2 دول كده بصفر. 4 اكس وسالب 4 اكس برضه بصفر، يبقى الناتج في الاخر بكام؟ ب4. طيب هنا بقول لك اوجد خارج القسمه اللي ما بحبهاش قسمه مقدار على مقدار يا شطار. طيب افكركم بالخطوات. رتب، اقسم، اضرب، غير اشاره، اطرح. رتب، اقسم، اضرب، غير اشاره، اطرح. طيب هنا اكس تربيع زائد 9 اكس زائد 20 على اكس زائد 4 اهي. رتب مترتبه. اقسم الاول على الاول اكس تربيع على اكس باكس. اضرب اكس في اكس باكس اس 2 واكس في 4 ب 4 اكس. غير الاشارات اللي تحت، الموجب خليه سالب والسالب خليه موجب. اقصد بالطرح يعني انت تغير الاشاره وبعد كده تجمعهم مع بعض. الاكس تربيع هيطير مع الاكس تربيع 9 ناقص 4 5 اكس زائد 20 الغلبانه تنزل زي ما هي. ارجع قرر الخطوات. اقسم ال 5 اكس على اكس تاني بس من الاول على اول. 5 اكس على اكس موجب على موجب بموجب. 5 على 1 ب5 والاكس تطير مع الايه؟ مع الاكس. ارجع اضرب 5 في اكس ب 5 اكس. 5 في 4 ب 20. غير اشارات سالب سالب هيطيروا مع بعض يبقى خارج القسمه اكس زائد 5. السؤال اللي بعده قال لك اختصر لابسط صوره. والسؤال ده ما تجيش ترص لي على الاله وتطلع تجري تقول لي انا حليت لك المساله، لا. حط قيمه حاجه. ممكن تجيب قيمه حاجه على الاله ماشي، يعني اجيب قيمه ده لوحده كده على الاله هيطلع 9 على 7 زائد ده على الاله يطلع بواحد لان اي حاجه والصفر بواحد. ده هيطلع ب5 على 7. طيب تعال نجمع 9 على 7 زائد 5 على 7 يطلع ب2. 2 زائد 1 3. ممكن تجمعها كلها على الاله في النهايه خالص اللي هي الجزئيه الاخيره. طيب السؤال بتاعي اختصر برضه نفس الفكره. هنا عند الضرب نجمع الاسس بس الاساسات متشابهه فالاساس متشابه مفيش مشكله. هناخد منهم اساس اللي هو سالب 3. 5 زائد 9 5 زائد 6 11. هناخد منهم برضه هنا اساس. اجمع الاسس 3 زائد 5 8. ارجع خد منهم اساس واطرح. 11 ناقص 8 3. حط قيمتها على الآلة سالب 3 لكل أس 3 بسالب 27. السؤال اللي بعده قال لك إذا كان 2 اكس زائد 1 أحد عاملي المقدار 2 اكس تربيع ناقص 7 اكس ناقص 4 اوجد العامل الآخر.
هتعملها اسم مطوله لسه عاملينها فوق من شويه، هقسم ده على ده واجيب العامل الاخر وخلاص. طيب السؤال اللي بعده، لا مؤاخذه، انا بقول لك اوجد قيمه اكس في كل مما ياتي. هنا حل المعادله، تعالى نحلها مع بعض. 2 اكس تربيع ناقص 5 بيساوي 13، هات الخمسه الناحيه الثانيه بعكس الاشاره، يبقى 2 اكس تربيع بيساوي 13 زائد 5 18، اقسم على الاثنين في الطرفين، الاكس تربيع بتسعة، خد الجذر التربيعي. سامع واحد بيقول لي اكس ب3، يا بني ادم هذا جذر تربيعي فخده بالموجب والسالب، يبقى اكس موجب وسالب 3. هو ما قالكش مجموعه حل فسيبها زي ما هي دي كده قيمه الاكس. نفس الموضوع 3 اكس تكعيب بيساوي 96 ناقص 15، يبقى 3 اكس تكعيب بتساوي 6 ناقص 5 1، 9 ناقص 1 8. اقسم على الثلاثة في الطرفين، يبقى الاكس تكعيب بتساوي 27. خد الجذر التكعيبي، يبقى الاكس هنا بقى الجذر التكعيبي بياخد الاشاره اللي موجوده، موجب بياخدها موجب، سالب بياخدها سالب، راجل محترم، فهنا موجبه فياخدها موجبه، يبقى الاكس ب3. طيب السؤال اللي بعده قال لك اكتب ناتج ما ياتي بالصيغه العلميه 4.5 في 10 أس 7 في 4 في 10 أس 8. الضرب ده راجل محترم خالص. طيب هنضرب الارقام في بعض، 4.5 في 4، الآلة عشان بس نطلعها نعملها بدماغنا، 4 في 5 ب 20، صفر ومعانا الاثنين، 4 في 4 ب 16 و2 18. العلامة بعد رقم اهي، سيبها زي ما هي دلوقتي هنحتاجها، أو شيل العلامة خالص لو الموضوع هيقرفك أهو، بقى 18 في، خد منهم 10 واجمع الأسس، 10 زائد 7 زائد 8 15. طب هو عاوزها في الصيغه العلميه، دي صيغه قياسيه، اعتبر العلامه موجوده في الاول، ارجع بيها خطوه واحده لورا، يبقى 1.8 في 10 أس 1 الخطوه اللي انا رجعتها، في 10 أس 15 اللي موجوده، يبقى 1.8 في اجمع 10 أس 16. السؤال اللي بعده قال لك اوجد مجموعه حل المتباينه 5 اكس زائد 6 اصغر منها بيساوي 4 اكس زائد 2 في كيو. خلي بالك هنا قال لك ايه؟ الاكس تنتمي لكيو. طيب هعمل ايه هنا؟ هنجمع الاكسات في طرف والارقام في طرف ونحل المتباين. 5 اكس هجيب لها ال 4 اكس، هي بالموجب تيجي بالسالب، اصغر منها وبيساوي زي ما هي، ال 4 اكس اتحركت يبقى الاثنين اختها تثبت زي ما هي، هيجي لها الستة اللي بعكس الاشاره يبقى سالب 6. طيب نكمل، 5 اكس ناقص 4 اكس يبقى اكس اصغر منها وبيساوي 2 ناقص 6 سالب 4. خلي بالك بقى في حته اكس تنتمي لكيو ليها طريقه معينه في كتابه حل المتباينه، بكتبها بطريقه الصفه المميزه اللي هي بتبقى عباره عن اكس حيث اكس تنتمي لكيو اللي هو الشكل الثابت بتاعنا، واكتب بقى المتباينه اللي طلعت في الاخر اكس اصغر منها وبيساوي سالب ايه؟ 4. طب ليه مستر كتابها بالشكل ده؟ هو بيقول لك هات لي الاعداد النسبيه اللي اصغر من السالب 4. مش هقدر اقولها كلها، ليه؟ هتيجي تقول لي سالب 5 ماشي، طب ما في سالب 5 و1/10، في سالب 5 و2/10، كل ده اصغر من سالب 4، فلما بيجي لك كلمه اعداد نسبيه لازم اكتبها في شكل الصفه المميزه. طب السؤال اللي بعده قال لك اختصر، حلو هنقسم، هو راجل مقسمها لنا الله يبارك له اهو، 4 على 1 ب4، الاكس اس 5 هترمي على اكس اس 5 جميل، زائد اكس اس 4 على اكس اس 3 هناخد منهم اكس ونطرح الاسس 4 ناقص 3 1. طيب موجب على سالب بسالب اهو، اكس اس 3 على اكس اس 2 خد منهم اكس واطرح الاسس 3 ناقص 2 1. الله ايه العسل ده؟ اكس ناقص اكس بصفر يبقى الناتج النهائي ب4. تعالى معايا على المساله دي فكره عكسيه كده في قسمه مقدار على مقدار، تعالى نحلها مع بعض. بيقول لك اذا كان اكس اس 3 ناقص اكس اس 2 ناقص 4 اكس ناقص ام يقبل القسمه على اكس ناقص 3، اوجد ام. طيب تعالى نحلها مع بعض كده. هنقسم عادي جدا
اهو اكننا بنقسم اسم عاديه. اكس اس 3 ناقص اكس اس 2 ناقص 4 اكس ناقص ام على اكس ناقص 3. اقسم اكس اس 3 على اكس يبقى اكس اس 2. ارجع اضرب اكس اس 2 في اكس يبقى اكس اس 3. اكس اس 2 في 3 يبقى ناقص 3 اكس اس 2. غير اشارات سالب موجب، ده هيطير مع ده. سالب 1 زائد 3 يبقى 2 اكس اس 2 ناقص 4 اكس ناقص ام. طب برضه اقسم 2 اكس اس 2 على اكس يبقى زائد 2 اكس. اضرب 2 اكس اس 2 في اكس ب 2 اكس اس 2. 2 اكس بسالب 3 يبقى سالب 6 اكس. غير الاشارات سالب موجب، ده هيطير مع ده. سالب 4 زائد 6 يبقى 2 اكس ناقص ام. اقسم 2 اكس على اكس يبقى بزائد 2 اهي، نكتبها هنا في الجنب كده. ارجع اضرب 2 اكس 2 في 2 في اكس ب 2 اكس و2 في 3 بسالب 6. يبقى هنا بص كده هنغير الاشارات. المفروض ده هيطير مع ده، يبقى الام تبقى بكام عشان ناتج القسمه او خارج الباقي بتاع لازم يطلع بصفار. المفروض الام تساوي الرقم اللي تحت، يبقى ام ب6 عشان تبقى هنا فوق 6 ناقص 6 يبقى الناتج يديك ايه؟ 0. وبكده يبقى احنا راجعنا لكم على تدريبات الشهر الاول، وبالتوفيق يا شباب، ربنا يكرمكم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.